السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهات خاصة بتقديم لاعبي المنتخب المغربي بالمونديال القطري القادم إن شاء الله. اليوم سيكون حديثنا حول الحارس منير المحمدي، الحارس المتألق واللاعب الوفي للمنتخب المغربي ذو الوطنية العالية، حارس الوحدة السعودية الذي خاض مسار احترافي محترم في كل من إسبانيا وتركيا، وكان الحارس الأول للمنتخب المغربي في فترة مهمة كان أبرزها حضوره خلال منافسات مونديال روسيا 2018. الآن هو الحارس الثاني للمنتخب بعد بونو، ورغم ذلك فلا زال بنفس الاحترافية في احترام تام لقرارات المدرب، فهو مبعث للإطمئنان على مرمى المنتخب في حالة غياب بونو. وخير مثال على ذلك مباراة كونغو الديمقراطية المؤهلة للمونديال، حيث كان في الموعد المطلوب وأخرج مباراة محترمة. حاليا منير يلعب بالدوري السعودي، وهذا لا يعد محق حقيقي لتطوير أداء حارسنا ووضعه في حالات هجومية من مستوى عال، وكذلك هو متوقف عن اللعب منذ شهر تقريبا، لكننا نثق في إمكانياته وردات فعله السريعة ورزانته في اتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب، نظرا لتجربته الكبيرة ومميزاته التقنية، خصوصا في التصدي للكرات الصعبة وتفوقه في اللعب بالرجلين معا. نتمنى أن تكون أو تصب هذه الخصائص كلها في مصلحة المنتخب الوطني، ويكون خير بديل للحارس الأول ويكون في الموعد إن احتجناه. إذا كان هذا كل شيء متعلق بحارسنا منير المحمدي. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم بخاص بلاعب من لاعبي المنتخب في تقديم له قبل منافسات مونديال قطر 2022. مع السلامة.